to excellence, growth, and creating lasting value for both organizations and their passionate communities. Beginning this upcoming season, the NG9 Holding logo will be proudly appear on the front. ده التيشيرت الرسمي للنادي المصري السنه دي اديداس. الحمد لله، يعني احنا عندنا كل حاجه حلوه السنه دي. اديداس وNG9. اقطع اللون دي كده حسني، اقطع اللون دي حسني، اقطع اللون دي، اقطع اللون دي حسني. رجع لي بقى تاني على الميديا. عندي يا حسني، نزل التيشيرتات خليك معايا وبعد كده ارجع لهم. ثواني زي ما انت عباس بتاعك كام كتير مساء الخير عليكم. أنا محمد ياسين، رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم. الحقيقة أنا سعيد جدا وبتقدم بالشكر للأستاذ العظيم الأستاذ كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري. الحقيقة طبعا بشكره على الدعوة الكريمة اللي أنا بتشرف بوجودي، وطبعا بتشرف النهارده بوجودي، وبتوجه بالشكر للسيد فخامة الأستاذ سعادة الأستاذ علاء العلي، رئيس مجلس إدارة NG9. أنا بشكر حضرتك باسم منطقة بورسعيد لكرة القدم على التعاون المثمر، ودي حاجة عظيمة من شركة عظيمة ومن شخصية عظيمة مع شخصية. الحقيقة أنا كمحب للنادي المصري أطلقت أنا وكل محبين بورسعيد على هذا الرجل الرئيس التاريخي، لأنه يستحق هذا اللقب لدعمه الكبير، وبستثمر هذه الفرصة وبتقدم بالتهنئة على البطولة اللي أسعدت شعب بورسعيد كلها وفرحتنا كلنا، بطولة كأس مصر 26. واسمحوا لي وطبعا في وجود هذه الكوكبة العظيمة أن درع يعني هدية رمزية باسم منطقة بورسعيد لكرة القدم للأستاذ كامل أبو علي وحضرتك. طبعا تشرف. شكرا. والآن ننتقل إلى كلمة الأستاذ علاء العلي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة NG9 القابضة الإماراتية، فليتفضل سيادته. And now please welcome Mr. Alaa Al-Ali, CEO and founder of NG9 Holding. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوف الكرام، معاليكم السعادة، الحضور الكرام، إخواننا الصحفيين، زملائي وزملائنا كمان أنا ممكن أقول الآن من النادي المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا على وجودكم معنا اليوم. نبدأ الكلام بأنه الرجل اللي موجود السيد كامل أبو علي إنسان عظيم بما تعنيه الكلمة. طبعا الموضوع ما له علاقة بالمجاملات، بس الرجل فعلا من بين الأشخاص الوحيدين اللي أنا شفتهم عنده ولاء غير عادي للنادي للدولة، ويعتبر من ملوك الفنادق في جمهورية مصر العربية والوطن العربي. فبنحب نشكره الأول. الأمر الثاني، اليوم شراكة غير عادية، لأنه شراكة متصلة بين أكبر تو هولدنج كومبانيز بالوطن العربي، مهتمين في مجال السياحة والسفر والفنادق واللوجستيات، برايفت جيتس، هليكوبتر رايدز، ترافل توريزم، كل ما يتعلق من A to Z بمجال السياحة والسفر. نحن في البداية بنحب نقول إنه الله يرحمه الشيخ زايد ب 1971 من أول تأسيس دولة الإمارات ولغاية وفاته الله يرحمه كان التجديد الأول والثاني والثالث والأخير لكل أولاده، من الشيخ محمد والشيخ منصور والشيخ محمود والشيخ عبد الله والشيخ غزال وكل شيوخنا وقادتنا، إنه وصايتهم كانت على مصر.
الإنسان لما يموت بيكون بوصي أولاده على نفسهم، على حياتهم، على أمورهم. أكيد هذا الكلام صار، بس من بين الأساسيات اللي كانت موجودة والدولة الوحيدة اللي وصى فيها أولاده على الاستمرار بدعمها والوقوف بجانبها واعتبارها دولة واحدة مثل دولة الإمارات هي جمهورية مصر العربية. لا يسع لنا إلا أنه نمشي وراء قادتنا اللي جميع الإماراتيين بحبوهم حب مش فقط لأنهم إماراتيين، بس لأنه فعلا قادة يشهد لهم العالم. أقول اليوم بريف سريع عن NG9 منح وأبديت على كل الليتست تكنولوجيز، أبروتش، الفيزيبيليتي، وين نحن موجودين، الاكسبانشن بلان. دورنا الكبير اللي حيكون لأول مرة حيكون مش فقط للنادي كنادي، هذا بالاتفاق مع ملك الفنادق الأستاذ كامل أبو علي، للجمهور لنادي المصري. الجمهور نادي المصري لأول مرة يمكن يكون في الوطن العربي حيكون في اهتمام غير عادي له. وحنترك هذا الموضوع مفاجأة في المستقبل القريب، وحنعلن الموضوع هذا عما قريب. بس كل اللي بحب أقوله إنه السيد كامل أبو علي مش فقط بحب نادي المصري، بحب نادي المصري وجمهور نادي المصري وكل شيء له علاقة بالوطن. طبعا بداية عن NG9 هي شركة قابضة من أكبر الشركات العالمية الحمد لله، ممكن نقول حاليا على مستوى العالم. الهيد كوارترز عندنا موجودة في أبو ظبي، عندنا أكثر من 80 برانشز وإمبلانت أوفيسز داخل دولة الإمارات. عندنا مكتب بلندن، عندنا بنيويورك، واشنطن دي سي، لوس أنجلوس، أثينا فيري سون، مدريد، مصر أهم ما في الموضوع، من ثاني أكبر مكتب لنا داخل أي دولة بعد دولة الإمارات في جمهورية مصر العربية. عندنا بالأردن، السعودية، بالصين، والحمد لله في طموح كبير جدا إنه نفتح another 10 international companies and branches for NG9 globally. NG9 هي عبارة عن N stands لنيرفانا هولدينج. نيرفانا under نيرفانا هولدينج في 5 different verticals. الفيرست فيرتيكال نيرفانا جلوبال بزنس ترافل، اللي هي نيرفانا ترافل اند توريزم. هاي بتتعامل مع كل الشركات العالمية، الانترناشونال كوربريت كومبانيز، الجفرمنت، السيمي جفرمنت، التور اوبريتورز وغيرهم. من ناحية أكثر من 18 سيرفيسز إن هاوس، وكلها إن هاوس لله الحمد والشكر طبعا أكيد لموظفينا. رقم 2 عندنا نيرفانا تورز اند لوجيستكس. نيرفانا تورز اند لوجيستكس هي عبارة عن الDMC اللي بنستلم تقريبا 80 إلى 90% من كل الفعاليات والمؤتمرات والمعارض اللي بتصير في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن كان في أبو ظبي، دبي، أو في أي إمارة من إماراتنا الحبيبة. اليوم نحن ممكن نذكر بعض اللوجيستكس والترافل مانجمنت اللي نحن بنقوم فيها في دولة الإمارات. عندنا طبعا الإكسبو اللي صار في دبي، نحن من بين الناس الأساسيين اللي كنا ماسكين موضوع الترافل والتوريزم واللوجيستكس بالكامل. ايدكس، اديبك، جاستك، نتكلم عن الجفرمنت سمت، ايشيان فوتبول شامبيونشيب، اولمبيكس، سبيشال اولمبيكس، اكبر فعاليات صارت في الدوله الحمد لله، بطولات عالم، السباحه، الرمايه، المبارزه اللي صارت في دوله الامارات including الجولف شامبيونشيبس، كلها was handled by Nirvana Tours and Logistics ولله الحمد. يخطر في بالكم من سيلبرتيز
دخلوا على دولة الإمارات كان نحن مستلمينهم بالكامل، من طبعا نتكلم مادونا، غانسز روزز، جون بون جوفي، ميتاليكا، ريانا، ونيمت. الحمد لله كولد بلاي طبعا أنا من زمان ما بسمع أغاني، فبصراحة مش فاميليار بالسيلبرتي نيمز. رقم 3 نيرفانا أوفر ذا وورلد. طبعا نيرفانا أوفر ذا وورلد معظم الناس عارفة نيرفانا أوفر ذا وورلد. نحن we are one of the biggest wholesalers globally، يعني تجار جملة على الكترونيك انجنز، وفينا فخرا انه نحن عندنا السيستمز بالكامل كلها والسورس كودز owned by the company. معظم اكسبيديا، booking.com، you name it، من كل الالكترونيك انجنز اللي موجودين في العالم الحمد لله they're dealing through us. We are dealing with them also. طبعا هذا حيفيد جدا عنا بلدنا الحبيبة جمهورية مصر العربية، لا pushing more and more business towards مصر إن شاء الله. هي بطارية هتفصل في بطارية وراح يجيب بطارية وجاي. نيرفانا مايس قمنا بموضوع مؤتمرات اللي هو نحن ناويين إن شاء الله يكون أكبر فرع له موجود في جمهورية مصر العربية. والسبب الأساسي احنا شايفين بوتنشل غير عادي للسياحة البحرية وسياحة اليخوت، وأنا ما بشوف أي نوع من أنواع إنه ما تكون جمهورية مصر أحسن من، ويمكن الناس تفكر إني بجامل الآن، بس أنا بتكلم من دوري كرجل في السياحة. رحت على الفرنش ريفيرا ورحت على كل الريفيراز الموجودة بالعالم. مصر عندها سواحل، عندها شواطئ، عندها جو غير رائع، رائع جدا. احنا اليوم بشهر 8 وما شاء الله تبارك الله الجو رائع جدا. كل اللي ينقصنا بعض الامور البسيطه، وان شاء الله بمساعده الاستاذ كامل ابو علي هاي الامور كلها حتتضبط يعني حيكون في بوم ضخم جدا على الماريناز واليخت والمارينا مانجمنت والامور بالكامل. بالنسبه لجي 1 هولدنج ما حطول، في جي 1 انفوتيك سوليوشن، فنحن كل الالكترونيك انجنز اللي موجوده والديجيتاليزيشن والامور بالكامل كلها اتس بين دون ان هاوس. عندنا ناس جبناهم من بالنسبه لنانيانز كوميونيكيشن ونانيانز جروب، هذا يشرفنا انه حيكون في شغل كبير بيننا وبين استاذ كامل ابو علي لانتاج افلام وشورت فيديوز متعلقه بالسياحه ومتعلقه بالافلام الموجوده لدوله الامارات، لانتاج افلام ان شاء الله تكون جيده وممتازه ونمشي على نفس المسيره اللي مشي فيها الاستاذ كامل ابو علي. نانيانز كوميونيكيشن تعتبر الكابيتال ايجنسي لدوله الامارات من ناحيه ميديا ماركتينج والامور هاي. اخيرا ان شاء الله نكون عايشين جميعا ونشوف اليوم هذا. انا توقعاتي ان شاء الله مصر المفروض تكون رقم 1 عالميا في مجال السياحه. وامانه من غير زعل، من غير ما اي حد يزعل مني، انا بقول كثير ناقصه مصر انه على الاقل يكون فيها 100 ل 120 مليون سائح سنويا. واعتقد هذا الرقم مش صعب، وجود ناس زي السيد كامل ابو علي ملك الفنادق وملك السياحه ووجود ناس اخرين موجودين بحبوا البلد، انا متاكد انه هذا الكلام حيصير. فأطلت عليكم، اعتذر، بس اشكركم مره اخرى بحفاوه الاستقبال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا على طيب كلمة الأستاذ علاء العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة NG9 القابضة. Thank you very much to Mr. علاء العلي, CEO and founder of NG9 Holding for his kind words. والآن يسعدنا أن نستمع إلى كلمة الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري لكرة القدم وشركة بيكال باتروس القابضة، فليتفضل سيادته على المنصة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني بشكركم جميعا، وبشكر هنا يعني مدير الفندق وجميع العاملين في الفندق على هذا الاستقبال الجميل وهذا الموجود العظيم. بشكركم جدا. بص ان احنا واحد من نفس المهنه،
انا عاوز بس في البدايه هحاول ان انا ما اقراش من الورق، لكن اقول اللي في قلبي فعلا وانا حاسس بيه النهارده. طبعا بشكر صديقي العزيز جدا علاء العلي، ويعني انا بقول لكم من احسن الشخصيات اللي قابلتها في حياتي فعلا. انسان محترم جدا، جدع جدا، يعني طموح جدا، ربنا يزيده يا رب. بشكر المدام والاولاد، وربنا يوفقك يا رب ويحرسكم، ودايما نقضي مع بعض دايما وقت من احسن لاحسن. احنا النهارده بالنسبه لنا يوم مهم جدا، مهم جدا بجد، لان ده يعني لو كان حد قال لي من 4 سنين لما كنت جيت رئيس النادي المصري ان اليوم ده هكون انا موجود فيه، كنت حاولت حلم وده مش ممكن يتحقق. النهارده النادي المصري يعني حطيناه على الخريطه الصح، على الطريق الصح، على مكانته الصح، مع جمهور عظيم وبلد عظيمه اللي هي بلدنا بورسعيد كلها اللي كنا بنحبها وعاوزين دايما التقدم لها ان شاء الله يا رب العالمين. النهارده بتوقيع هذا العقد، ومش بس عقد يا جماعه، لا دي شراكه كبيره جدا، وزي ما قال صديقي واخويا علاء في مفاجآت كبيره جدا انا طبعا عارفها لكن ما اقدرش اتكلم. اكيد هو ان شاء الله في الوقت المناسب هنعلن عنها، هتبقى لمصلحه ما فيش شك بلدنا بورسعيد والنادي المصري. فهتدي المرحله اللي بعد كده. لكن النهارده انا يعني بقول لكم ان هذه الشراكه يعني هتكون افاده كبيره جدا، وانا يعني واحد من الناس واثق كبير ان شراكتنا مع بعض ان شاء الله، غير انها هتكون في البيزنس على مستوى كويس جدا، لكن هي هتبقى خير كبير جدا للبلد الاول. فانا يعني بشكر في اسم جميع يعني اصدقائي وجمهور النادي المصري على هذا المجهود العظيم وهذا يعني الكرم الكبير اللي احنا حظينا به السنه دي مع NG9. اتمنى طبعا ان احنا السنه دي نعمل حاجه كويسه في النادي. احنا عملنا اللازم، لكن ان شاء الله يعني عندنا الفريق كويس، الامور مستديمه، يعني احسن فتره في تاريخ النادي المصري بالنسبه للفتره اللي انا عايشها دلوقتي هي الفتره الحاليه والفتره القادمه ان شاء الله. انا يعني بحب اشكر جدا الاستاذ عمر العلي على المجهود الكبير، واشكر الاستاذ جوزيف سيف من هو جوزيف على المجهود الكبير اللي عملوه، وبرضه بشكر مجدي جمال من بيكا البطرس على المجهود اللي عملوه الفتره اللي فاتت دي كلها عشان نوصل لهذا النهارده العصر الكبير اللي احنا فيه النهارده. عاوز اقول لكم ان النادي المصري الحمد لله النهارده بيحظى ب $1,500,000 اللي هو الرعايه بتاعت هذا العام ان شاء الله. اتمنى ان احنا نكون العائد بالنسبه لNG9 نقدر ان احنا نحافظ على هذا الاسم الكبير ونديله اقصى ما عندنا يا رب ان شاء الله. انا يعني مش عارف اقول ايه تاني، ان علاء قال كل حاجه جميله، وبتمنى له فعلا من كل قلبي ان احنا ان شاء الله مع بعض هنعمل حاجه جميله لشركته وشركتنا وللنادي بتاعنا. والحمد لله النهارده يعني يوم كبير لنا كلنا، وبشكركم جدا على وجودكم معنا ان شاء الله. شكرا جزيلا للسيد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري وبيكا البطرس القابضة على طيب وحسن كلمته. Thank you Chairman of Al Masri Sport Club بيكا البطرس Holding for his kind words. والآن ننتقل إلى فقرة الأسئلة الصحفية. إذا كان أي من حضرات الصحفيين يود أن يطرح أي سؤال فليتفضل، ولكن يرفع يديه أولا ثم سنمده بالمايك. مع التنويه إلى أن المؤتمر الصحفي مدته 15 دقيقة وطرح سؤال واحد فقط في مدة لا تتعدى 30 ثانية. Now we move on the press Q&A session. If any members of the press would like to ask
questions, please raise your hand. Once recognized, kindly take the microphone and ask one question only within maximum 30 seconds. And please note that the press conference will run for 15 minutes only. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. أيمن عيد، قناة مودرن MTI. شكرا مستر كامل، شكرا مستر علاء العلي على دعوتكم واليوم الجميل والرائع ده. مستر كامل، يمكن احنا بنشكرك دايما على مجهوداتك مع النادي المصري. النهارده نقدر نقول خطوه جديده جدا وخطوه هامه في بناء موارد النادي المصري الخاصه اللي هتخليه يعتمد على اسلوب التسويق والاحترافي بالشكل الجديد اللي احنا نتمنى ان شاء الله تحت اداره حضرتك بالاربع سنين القادمه ان شاء الله مع المجلس الجديد. بهنيك يا مستر كامل وبهني كل محبي النادي المصري. نتمنى ان شاء الله هذه الاتفاقيه تكون خير بدايه ان شاء الله، ونامل في مواصله الانتصارات ونحقق ان شاء الله بطوله هذا الموسم. سؤالي لمستر علاء، يمكن حضرتك يعني بنرحب بيك طبعا في هذه الاستراتيجيه وهذا التعاون الاستراتيجي الهام والرعايه. يعني جمهور النادي المصري اكيد حضرتك قلت فيه مفاجاه ليه، ولكن سؤالي لحضرتك وان النادي المصري مقبل على بطوله السوبر، هل ممكن يكون في يعني تعاون استراتيجي بالنسبه لجماهير النادي المصري ان شاء الله، سواء اقيمت بطوله السوبر خارج مصر في اي من دول الخليج؟ السلام عليكم ورحمة الله. طبعا المفاجأة هي مفاجأة فمش هينفع. أسعد الجماهير الموجودة في أفريقيا والعالم العربي هو جمهور النادي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد فاروق، مدير المركز الإعلامي للنادي المصري. طبعا في البداية برحب بحضرتك أستاذ علاء ومستر كامل. عايز اقول لحضرتك يا استاذ علاء ان النهارده بعقد الرعايه اللي حضرتك بتحطه في النادي المصري، عايز اقول لحضرتك ان شعار NG9 مش هيبقى على صدر النادي المصري بس، لا ده هيبقى على في قلب وعقل مليون مواطن بورسعيدي. مليون مواطن بورسعيدي شعارهم، يعني مش عارف حضرتك تسمع الكلمه دي ولا لا، يعني المصري قبل الخبز دائما في بورسعيد. بمعنى حضرتك ان شعار NG9 ان شاء الله زي ما بقول لحضرتك مش على صدر النادي المصري بس، ده في قلوبنا وعقولنا. مش بس كده، احنا حضرتك النادي المصري والمنظومه الاعلاميه بتاعته والسوشيال ميديا، احنا عدد المتابعين للنادي المصري دلوقتي في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دلوقتي 2 مليون و143 الف متابع على السوشيال ميديا كلها، فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، تيك توك، الحاجات دي كلها. وعايز اقول لحضرتك ممكن الناس تبقى شايفه ان الرقم ده 2 مليون و143 الف ده رقم قليل، بس احنا بنتكلم على محافظه كبيره. اسم هو مقام ان هي محافظه بورسعيد، ولكن محافظه بورسعيد محافظه عدد سكانها 800,000. فعدد المتابعين للنادي المصري اللي هيبقى اكيد من خلال G9 وكل المجموعه القابضه بتاعتها، صدقني حضرتك بيوصل لاضعاف هذا الرقم تحديدا يعني، وبنوصل مصر كلها. النادي المصري يمكن ترتيبه الكروي دلوقتي في افريقيا 18 على افريقيا، ده التصنيف بتاعه، ولكن تصنيفه هو ضمن افضل 15 نادي في السوشيال ميديا على مستوى القاره الافريقيه. ده مش سؤال بس، لكن ده وعد مننا كلنا في بورسعيد اننا رايح شعار NG9 ده في قلوبنا وعقولنا قبل ما يكون على صدر النادي المصري. شكرا.
María, te quiero,